الجوج خواتات سلمى وهاجر. تخيلوا معايا الموقف، جوج د الليل، طريق خاوية والظلام كحل سحل، ما كيبان ليك فيه حتى صبعك. سلمى وهاجر كانوا راجعين من واحد العرس في مدينة بعيدة، وقرروا يزعموا ويشدوا واحد الطريق مختصرة وسط الجبال باش يوصلوا دغيا حيت عياو. هاد القرار كان أكبر غلطة غيديروها في حياتهم. طوموبيل غادية كتشق سكون الليل، والصمت كان ثقيل بزاف لدرجة كتحس به كيخنقك. سلمى كانت شادة الفولان وعينيها مركزين مع الطريق اللي كتلوى بحال شي حنش في وسط الجبال. هاجر كانت جالسة حداها شادة التليفون كتحاول تلقى الريزو، ولكن والو، الشرطات ديال الريزو غبروا في مرة. الجو بدا كيتبدل، واحد البرد قاصح بدا كيدخل من الشراجم، وخا كانوا مسدودين. برد ماشي طبيعي، برد كيدخل نيشان للعظام. سلمى بدات كتحس بواحد الثقيله في قلبها، بحال شي حد كيشوف فيها من اللور، ولكن فاش كتشوف في المرايه كيبان ليها غير الظلام. هذيك كانت غير البدايه ديال الليله غتخلي ليهم سيكاتريس في مخهم ما عمرها غتبرى. الطريق زادت خيايات، والضباب بدا كينزل بشويه بشويه حتى ولا بحال شي حيط بيض قدامهم. سلمى نقصات السرعه بزاف، الضو ديال الطوموبيل يلاه كيبين ليها 2 متر لقدام. فجاه الراديو اللي كان طافي شعل بوحدو. في البدايه كان غير داك الصوت ديال التشاش، ولكن من بعد بداو كيتسمعوا اصوات غريبه، ماشي اغنيه، ماشي هضره عاديه، بحال شي همسات بلغه ما مفهوماش، بحال شي طلاسيم كيتقراو بواحد الايقاع كيخلي اللحم يتشوك. هاجر تخلعات ومدات يديها باش تطفي الراديو، طفاتو، ولكن مورا 2 ثواني عاود شعل بوحدو وبنفس الصوت، غير هاد المره مجهد كتر. سلمى عينيها وسعوا بالخلعه وقالت ليها حيدي البريز، حيدي داكشي كامل. هاجر جرات الخيوط ديال الراديو باش تقطع عليه الضوء. الراديو سكت، ولكن داك الصمت اللي جا موراه كان مرعب كتر. في ديك اللحظه سلمى شافت شي حاجه دازت قدام الطوموبيل، خيال كحل طويل بزاف داز بواحد السرعه خياليه. فرانات بالجهد حتى كانت غتخرج على الطريق. الطوموبيل وقفات وبجوج بيهم بقاو كينهجوا. شفتي داكشي اللي شفت؟ سولات سلمى بصوت كيرجف. هاجر كدبات عينيها وقالت ليها غير شي حيوان، زيد كملي الطريق، بغينا نوصلوا في حالنا. ولكن بجوج بيهم كانوا عارفين باللي داكشي اللي داز قدامهم ما عنده حتى علاقه بالحيوانات. سلمى حاولت تزيد بالطوموبيل كليستات، ولكن الموتور بدا كيدير واحد الصوت غريب بحال كيغوت. زادت شويه وفجاه الطوموبيل سكتات في مره، الضواو طفاو، كلشي ظلام، السكون رجع سيطر على المكان. هاجر بدات كتمتم وتقول لا 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 ماشي دابا عافات خدمي. سلمى بدات كديماري ولكن والو، الطوموبيل ميته بحال يلا ما فيهاش الباتري. بقاو جالسين في الظلام كيسمعوا غير دقات قلبهم اللي كيضربوا بالجهد. حاولوا يعيطوا في التليفون ولكن الريزو مقطوع تماما. وفي وسط هذا الرعب بداو كيسمعوا واحد الصوت من برا ديال الطوموبيل، طق طق طق، صوت ديال شي حاجه كتضرب في الكوفر اللور. بجوج بيهم دوروا وجههم اللور بشويه، الخلعه شلات ليهم لسانهم. الصوت بدا كيتزاد، طق طق، بحال شي حد كيدق بضفارو على الحديد. وهذيك الدقات بدات كتحرك وتجي من الجناب ديال الطوموبيل، شي حد ولا شي حاجه كتدور بالطوموبيل ديالهم في الظلام. سلمى تاكدات باللي البيبان كاملين مسدودين وتكمشوا بجوج في بلايصهم كيتسناو هاد الكابوس يسالي. العرق البارد هابط معاهم والانفاس ديالهم ولات ثقيله، كل ثانيه كدوز بحال عام ديال العذاب. الدقان ما بقاش غير في الحديد، الصوت تحول للزاج ديال الشراجم، طق طق طق. هاجر غطاتها الرعده وشدت في دختها بالجهد تغرسات ضفارها فيها. سلمى بواحد الشجاعه ديال الياس قررت تطل من الزاج ديالها باش تشوف شنو كاين. مسحات شويه ديال الضباب اللي تكون على الزاج من الداخل وقربات وجهها. في ديك اللحظه بان ليها وجه لاصق في الزاج من برا، وجه بيض بحال الجير، عينيه كبار وكحل، ما فيهم لا بيض لا بؤبؤ، غير كحوليه خاويه كتشرب الروح. وابتسامه عريضه بزاف فايت القياس ديال البشر، كتبين سنان رقاق ومسنين. سلمى غوتات واحد الغوته قطعات سكون الليل ورجعت للور حتى ضربات راسها مع الكرسي. هاجر بدات كتبكي وتغوت حتى هي بلا ما تشوف شنو كاين. داك الوجه بدا كيضحك بواحد الصوت مكتوم كيتسمع من ورا الزاج، ضحكه ماشي ديال بنادم، ضحكه كتختر الدم. ومن بعد الطوموبيل كامله بدات كتهتز، بوم بوم بوم، شي قوه خياليه كتضرب الطوموبيل من برا بغات تقلبها.
الخواتات تعانقوا وبداو كيقراو القرآن بصوت عالي، كيبكيو ويرجفوا وهما عارفين باللي هذيك الليلة تقدر تكون آخر ليلة في حياتهم. وسط هذا الرعب هاجر تفكرت واحد القصة كانت كتعاودها ليهم جداتهم فاش كانوا صغار. قصة على واحد الطريق جبلية كيسميوها طريق الغايبين. جداتهم كانت كتقول باللي هاد الطريق مسكونة بواحد القبيلة ديال الجن الكحل اللي كيعشقوا يعذبوا الناس قبل ما يدخلوهم لعالمهم. كانوا كيقولوا باللي هاد الجن كيستغلوا الخوف ديال بنادم وكيتغداو عليه. الا خفتي راك عطيتيهم السارود ديال روحك. هاجر عاودت هاد الهضره لسلمى وهي كتبكي. قالت ليها هذه هي طريق الغايبين سلمى، حنا دخلنا لدارهم ما غادينش يطلقونا. هاد الادراك خلى العزله ديالهم تولي مضاعفه. حسوا باللي راهم ماشي غير بوحدهم في مكان خاوي، راهم في ساحه معركه مع شي حاجه كبر منهم، شي حاجه قديمه ومروعه. الاحساس بالضياع التام سيطر عليهم. ما ينفعهم لا بوليس لا تليفون لا حتى واحد. هما بوحدهم محبوسين في صندوق ديال الحديد وكيتسناو الموت اللي كيلعب بيهم بحال الفيران. كل دقيقه كانت كدوز كطيح عليهم بحال الجبل، والامل في اشراق الصباح كان كيبان مستحيل. الضرب والهزان ديال الطوموبيل وقف فجأة، رجع داك الصمت القاتل. سلمى وهاجر بقاو كيتنفسوا بصعوبة، عاقدين حجبانهم وكيتسناو الضربة الجاية. ولكن اللي جا من بعد كان أبشع من الضرب. سمعوا صوت برا، صوت حنين دافي ومألوف. سلمى، هاجر، بنياتي، حلوا الباب، أنا ماماكم، عافاكم حلوا، راه جمدت بالبرد. الصدمة كانت شلل تام. أمهم راها في كازا، ناعسة في دارها، مستحيل تكون هنا في وسط هاد الجبال جوج الليل. ولكن الصوت كان هو صوتها بالضبط، نفس النبرة، نفس الحنان. هاجر من كثرة الخلعة والضغط النفسي بدات كتهلوس، عينيها دمعوا وقالت ماما، ماما برا، وبغات تمد يديها باش تحل الباب. سلمى جراتها بالجهد وضرباتها لوجهها ضربة خفيفة باش تفيقها. واش حمقيتي؟ هذيك ماشي ماما، هذاك الشيطان بغانا نحلو الباب. الصوت اللي برا بدا كيتغير، ما بقاش حنين، ولا كيغوت بواحد الغضب مرعب. حلوا الباب المسخوطات، حلوا الباب ولا غنهرس لكم عظامكم. الصوت بدا كيتخلط مع اصوات اخرى بحال يلاه شلا ناس كيغوتوا في نفس الوقت. الرعب النفسي وصل لواحد الدرجه اللي خلات سلمى تسد ودنيها وتغوت باش ما تسمعش هذيك الاصوات اللي كتحاول تحمقهم. الحراره لداخل ديال الطوموبيل نزلت تحت الصفر. النفس ديال سلمى وهاجر ولا كيبان بحال الدخان. الزاج ديال الطوموبيل كامل تغطى بواحد الطقه ديال الجليد من برا، وفجاه بداو كيبانوا طبعات ديال يدين. طبعات ديال يدين كيتكونوا على الجليد من برا، ولكن ماشي جوج يدين، عشرات ديال اليدين، صغار كبار باشكال غريبه، كاملين كيمسحوا الزاج بحال يلاه بغاو يطلعوا عليهم لداخل. الظلام اللي برا ولا كيبان عامر بالحركه، خيالات كدوز وتعاود. والريحه اللي بدات كتدخل الطوموبيل كانت ريحه خانقه، ريحه ديال اللحم الخامز والتراب الفاسك. الخواتات حسوا باللي راهم محاصرين تماما، ما بقاش عندهم حتى امل يهربوا. هاجر بدات كتقول الشهاده بصوت كيتقطع، وسلمى معنقاها وكتقرا ايات الكرسي. في ديك اللحظه حسوا بالطوموبيل كتهبط من اللور، بحال يلاه شي حاجه ثقيله بزاف طلعات وجلسات فوق الكوفر. الحديد بدا كيتحوج، وصوت ديال شي حاجه كتجرش الطوموبيل من الفوق بدا كيقرب ليهم. داكشي كان كيتحرك الفوق وناوي يدخل عندهم باي ثمن. الزاج ديال الباربريز القدامي بدا كيطرطق، شقاقي صغار بداو كيبانوا فيه، ومن وسط داك الضباب والجليد بان داك الكائن مره اخرى. هاد المره كان الفوق، هبط راسو من السقف ديال الطوموبيل كيشوف فيهم من الباربريز القدامي بالمقلوب. وجهه بشع لدرجه ما كتقدرش توصفها، لحمو بحال يلاه دايب، وعينيه الكحل كيشوفوا نيشان في عيون سلمى. بدا كيضرب راسو مع الزاج، بوم بوم، الزاج كيزيد يتشق. سلمى عرفات باللي لا يتهرس الزاج هذيك هي النهايه ديالهم. في ديك اللحظه ديال اليأس التام، صرخه ديال الروح، سلمى دارت الساروت في الديمارور وبدات كتحاول. بسم الله بسم الله. الطوموبيل كدير ديك العطا ديال الديماراج وما كتبغيش تخدم. الكائن زاد في الضرب، الزاج بدا كيطيح عليهم لداخل. سلمى ولفكات على الكسيلاتور بالجهد وعاودت دورات الساروت، وفجأة الموتور زهر وخدم.
الطوموبيل شعلات والضواو القداميين ضربوا في ذاك الكائن اللي عطى واحد الغوته كتقطع الودنين. بدون أي تفكير سلمى دارت بروميان وكسرات بأقصى جهدها. الطوموبيل طهرت بحال الصاروخ. داك الكائن اللي كان فوق الطوموبيل طاح اللور، ولكن ما بقاش تما. سلمى كطير في الطريق، ما مسوقاش للضباب ولا للعروبة. في المراية الجانبية بان ليها مشهد غيخليها تحماق. داك الكائن كيجري موراهم، كيجري على 4 ديال الأطراف بحال شي حيوان مفترس، ولكن السرعة ديالو كانت خيالية. كان كيقرب للباب ديال هاجر غوتات فاش شافت وجهه قريب للزاج ديالها، كيبتسم ديك الابتسامة الشيطانية وكيحاول يحل الباب بضفارو الطوال. سلمى شافت واحد الدورة خطيرة قدامها، زادت في السرعة وبلا ما تفراني دورت الفولان بالجهد. الطوموبيل زلقات وعطات واحد الضربة قاصحة لذاك الكائن مع الجنب ديال الجبل. سمعوا صوت ديال التكسير والكائن طار في الظلام. سلمى ما برداتش السرعة، بقات غادية وكتهرس سكون الليل بالموتور اللي كيغوت. عينيها مبلكين في الطريق وكتدعي غير تلقى شي ضوء ديال البشر. بعد ساعتين ديال السياقة العمياء أخيرا بان ليهم ضوء ديال محطة بنزين مع الفجر كيبدا يطلع. سلمى وقفت الطوموبيل بالفرانات كيغوتوا قدام البومبيست اللي تخلع. نزلات هي وهاجر، طاحوا على الأرض كيبكيو ويرجفوا بطريقة هستيرية. البومبيست جا كيجري بغا يعاونهم، ولكن فاش شاف الطوموبيل وقف مصدوم. الطوموبيل كانت حالة، الزاج القدامي مشقق والحديد من الجناب والكوفر عامر بخبوش عميقة بحال يلاه ضربوا شي 7 عملاق. ولكن اللي خلى الدم يجمد في عروق البومبيست ماشي هو حال الطوموبيل. البومبيست عينيه وساعو وجهه صفار وبدا كيشوف السيات اللوراني هي الطوموبيل ديالهم بخوف قاتل. سلمى وهاجر وهم على الأرض لاحظوا الشوفة ديالو. البومبيست راجع اللور وبصوت كيترعد قال ليهم: خوتي، شكون هذيك اللي راكبه معاكم اللور؟ سلمى وهاجر تجمدوا في بلاصتهم. الخلعة رجعت ضعفت 1000 مرة، حيت هما كانوا غير بجوج، وملي دوروا راسهم بشوية باش يشوفوا الطوموبيل من اللور، القصة ديالنا كتسالي هنا وكتخلي لكم نتوما تخيلوا شنو اللي جا معاهم من ديك الطريق الملعونة. تصبحوا على خير، إلا قديتوا تنعسوا.